ورحمة الله وبركاته. أنا أم علي من قناة أكلات بسيطة. هنصلي على النبي قبل ما نبدأ كلامنا. النهاردة هنعمل مع بعض فتة الشاورما السوري. بدل ما نشتريها من بره هنعملها في البيت. أنا من الناس اللي بحب الأكلات السهلة السريعة وكمان تكون خفيفة على الجسم. بينا نبدأ وصفتنا. تتبيلة الشاورما اللي انا هعملها النهارده دي هتكون مميزة. هتكون لنص كيلو بانيه. اول حاجة معايا علبة زبادي بلدي ومعلقتين كبار توابل شاورما ومعلقة صلصة ونص فنجان من الزيت. هنقلب التتبيلة دي كويس في قلب بعضيها لان الزيت بيبقى عايم على الوش. انا مش عايزاه عايم على الوش، انا عايزة اقلبه كويس في قلب بعض. وبعد كده هنجيب النص كيلو البانيه. المهم ان يكون النص كيلو البانيه دوت يكون مغسول كويس ومتنشف، يعني انا مش عايزاه فيه ميه. لو اول مرة تشوفيني انزلي اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد، واعملي لايك وشير وقولي لي رايك الشخصي في الكومنتات. هتقلبيه كويس وتقعدي تشكشكي فيه كده بالشوكة. لازم تقلبيه شوية كتير عشان كلها تختلط في قلب بعضيها، عشان البانيه يشرب من قلب التتبيله. المهم انك تقعدي تشكشكي فيه كده عشان خاطر البانيه يشرب كويس من قلب التتبيله، وتفضلي تقلبي فيه كده. وبعد كده هتجيبي استرتش وتفرديه على الرخامه في المطبخ. بعد كده هترصي البانيه زي ما انت شايفه كده. انا رصاه ازاي؟ رصاه بالطول مش بالعرض. وهقفل الاسترتش بتاعي كويس من الجنبين زي ما انت شايفه كده. انا بقفله ازاي؟ وبعد كده هتمسكي على الرخامه وتقعدي تدرجيه عشان يتقفل معاكي كويس. تخرجي منه اي هوا فيه تخرجيه، وبعدين تيجي تقومي قافلاه عشان تقدري تفتحيه منها. هتسيبي التتبيله دي لمده 24 ساعه في الفريزر. انا عن نفسي بحطها لمده ساعتين في التلاجة عشان اتاكد ان البانيه شرب كله من قلب التتبيله، وبعد كده بحطها في الفريزر. انتي حابه تعملي كده، حابه تعملي، مش حابه حطيها في الفريزر على طول. وهنا كده بعد ما طلع من التلاجة شايفين عامل ازاي؟ التتبيله كلها مغطيه الفراخ. المهم هنسيبه يفك بس لحد ما نعمل الرز البسمتي. لازم يفك سيكه عشان تقدري تقطعيه. زيت سخن على نار هاديه. انا بجيب توابل رز بسمتي من عند العطار، باخد منها معلقه بشوحها مع البصله، بيكون طعمها جميل جدا. وهو ده اللي احنا هنعمله. هنحط توابل رز البسمتي مع بصلة متوسطة ومع ورق لورا 4 فصوص من الحبهان. المهم انك بعد ما تقلبي دول كلهم مع بعضهم وياخدوا التشويحة كده تخلي بالك عشان احنا هنطلع الحبهان. هنفضل نقلب في البصلة لحد ما لونها يتغير، وبعد كده بعد ما لونها يتغير على طول هننزل بالمية السخنة على طول. هنسيبها تاخد غلوتين مع بعض. بعد كده هننزل بالرز على طول. هنقلب الرز تقليبة بسيطة كده وندوق شوفوا عايز ملح ولا لا. بس هي التتبيله بيبقى فيها كل حاجه، يعني تقريبا مش بيحتاج ملح. وهتغطيه وتسيبيه. انا بحط له قرن فلفل. انت حابه تحطي، حابه مش حابه ما تحطيش. كنت حابه كمان اقولك على معلومه ان الكميه اللي انا عاملاها دي ربع كيلو رز بسمتي وبس. انت عايزه تضاعفي الكميه تقدري تضاعفيها في البانيه وفي الرز كمان. وهنا انا قطعت الشاورما وهقطع وهاخد الكميه اللي انا عايزاها. شايفين بيتقطع سهل ازاي وبسيط كده. انا خدت الكميه اللي انا عايزاها، ولو فاض حاجه منك ولا حاجه تقدري تحطيها في الفريزر زي ما هي مادام هي ما فكتش من التلج بتاعها. وهنا كده لما الرز بتاعي استوى انا طلعت منه الحبهان عشان ما يجيش في بق حد ولا حاجه ويضايقه. يلا بينا نعمل الخضار بتاع الشاورما. هناخد قرن فلفل اخضر بارد مش حراق، ومعاه نص فلفل احمر ونص فلفل اصفر و3 بصلات صغيرين عشان اقدر اقطعهم شرايح. انا هنا كده هنزل بكمية الفراخ على زيت سخن. هنزلها مش هقلبها، متقلبهاش عشان ما تنزلش مية. دول رغيفين عيش شامي هنقطعهم تقطيعة المثلثات، وبعد كده هنحمرهم في الزيت. وما تنسيش الشير واللايك والرأي الشخصي. وهنا كده بعد ما حمرتهم شايفين انا ما قلبتش الفراخ لحد ما خدت لون بسيط من تحت، وبعد كده قلبتها. انا قعدت اقلب في الفراخ كده لحد ما خدت لسعه من الجنبين. انا عايزه اللسعه ديت تكون باينه شويه لان اللسعه ديت هتكون زي الشاورما اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. وهنا هنزل بكميه الخضار واقلبه كويس مع بعض، وهفضل اقلب فيهم كده لحد برضو ما ياخدوا تشويحه والبصل يدبل سنه. ودي النهايه. شايفين شكله عامل ازاي وطعمه خطير جدا. اول طبقه هنزل بيها هي العيش التوست. انا كده عملت الاربع اطباق، وبعد كده هنزل على طول بالرز البسمتي. وما تنسيش تشيل منه الحبهان.
وبعد كده على طول هنزل بالتوميه. التوميه دي انا عاملاها في البيت ونزلت لكم فيديو عشان تعملوها، سهله وبسيطه وجميله جدا، وكمان مضمونه انك انتي عاملاها في البيت. انا هنا كده عملت ال3 اطباق. لو حاسه الكميه اللي انا عاملاها ديت كميه قليله، فهي بالنسبه لي 4 اطباق ل4 افراد. تقدري تضاعفي الكميه لو انت عايزه تضاعفي. والطبق الرابع انا هسيبه من غير توميه عشان اللي مش حابب التوميه. شايفين الشاورما عامله ازاي؟ الشاورما كميه كبيره جدا، ودول 4 اطباق ل4 افراد، والطبق مكلفنيش الا 25 جنيه. تخيلي انتي طبق بتجيبيه ب75 جنيه برا، يكلفك في قلب بيتك 25 جنيه. لا وفي كمية كمان انتي شايلاها، وحاجات بسيطة جدا. طبعا انتي لو هتعمليه في البيت فانتي طبعا مش هتحطيه في ورق سلوفان، هتحطيه في الاطباق اللي انتي حابة تحطي فيها. انما انتي لو خارجة او عندك شغل لتاني يوم وحابة تعملي اكل النهاردة بس، فانتي هتعمليه وتحطيه في التلاجة، وبعد كده هتحطيه في الميكروويف، هيطلع معاكي طازة وطعمه جميل جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى الفيديو يكون عجبكم.